بجانب الدلع والحب في الحاجات النخشه يعني واللي دمها خفيف، عندك نقد للمجتمع وللناس. دايما بلاقي الحته بتاعت ما هماش ناس، ما فيش احساس، او ندمان على ناس عرفت ما تتعرفش، دول عالم انا فالص. ليا طلب عندكم، عيني على اهل كايرو يعني مثلا. على ده احنا هنتكلم عن الى اهل كايرو دي في مم. حته كبيره كده نتكلم عن. دايما عندك نقد للناس ونقد للعلاقات ده اقل الاجتماعيه. واجب. اقل واجب. ده اقل واجب يعني. اصل احنا مش عايشين في المدينه المثاليه يعني. اقصد احنا عايشين في مجتمع معظمه مريض نفسي، بيهم بما فيهم انا، يعني كلنا معظمنا مرضى نفسيين. ده اعتراف جريء. لا، ما هو انا مش مريض نفسي. ما انت يعني انت انا ما تفتكر شايف. الراجل اللي قاعد قدامك ده مش اكيد كلنا مرضى نفسيين، بس بتتفاوت نوعيه الامراض، وتقدر تتحملها ولا ما تقدرش تتحملها. بس المجتمع بالضغوط، باللي شفناه بالسنين دي كلها، بالظروف بقى الخاصة بكل واحد فينا. يعني انا بقول دايما ان انا لو ما كنتش بعبر بالكتابة كان زماني في السرايا الصفراء. يعني انا برضو شفت حاجات في حياتي، افلام هندي كتير قوي من ما هو ده طفولتي. بقى الكتابة هي اللي عالجتني، هي العلاج، هي اللي اللي كانت انت بتخرج اول باول مشاكلك. اللي انت شفته في بعد وفاة الاستاذ بهجت قمر. هو ده اللي اعتقد صنعني. اعتقد ان ده صنع مواضيع كتير انت كتبتها. ده اللي صنعني. انا شفت كل حاجة تتخيل. انا شفت كل حاجة. انا ممكن اقول لك على موقف عمري ما قلته مثلا قبل كده. احنا البيت اللي بنطلع فيه كل الاغاني والافلام، والبيت ده في ميدان الدقي، في شقة دوشه، في العظماء. زحمه، يعني في حاجه 120 متر. احنا شفنا لدرجه ان انا مثلا واحد صاحبي قتل نفسه قدامي مثلا بالغلط. يعني شفت كل حاجه ممكن تتخيلها في هذه الشقه. فاهم قصدي؟ يعني واحد صاحبي بيهزر بالطبانجه بتاعته، واحنا قاعدين خمسه اصحاب، بيقول انشن على مين فيكو، بس بقى ما تهزرش السلاح يطول. حطها في بقه ما طلعتش، حطها في على واحد صاحبنا ما طلعتش، حطها هنا طلعت، ومات قدامنا. فانت شفت كل حاجه، يعني ده سسبنس، شفت رعب، شفت كل حاجه شفتها. ده امتى ده وانت انت صغير ولا ده كان ده في 97، سنه 97. وايه اللي حصل؟ لا، اللي حصل ايه طبعا كان دي من الصدمات الرهيبه اللي احنا يعني عمرنا ما هننساها يعني. يعني هما كانوا بيعمل امان كده في الطبانجه بتاعته. طبعا احنا طلعنا بره الموضوع بس. لا قول. بس هو كان من يعني قد ايه شفنا حاجات بلاوي يعني. فكان عامل امان للطبانجه، وفاكر ان هو لما هيدوس على الزينات الطلقه مش هتطلع. اه وهي فعلا داس عليه مرتين، ما مره على طلعتش. دماغ واحد صاحبنا ما طلعتش، ومره حطها في بقه ما طلعتش. بس اللي حطها ورا ودنه طلعت. فطلع دخلت من هنا وطلعت من هنا، فهو ما قالش اي. يعني ما تألمش حتى زي ما حد كده شنكل حد كده. اه فراح دريب واخدها على ظهره كده. فدي يعني شفنا حاجات. بقول لك انا الظروف حطتني في مواقف كتير صعبة. بس اعتقد بقول لك ده نفعني جدا. ده اللي صنع مني شخص ناجح. ده اللي خلاني بقيت اعرف ايه الصح من الغلط. ايه ده اللي خلاني بقيت ماشي طول الوقت بمبدأ ان انا بعمل حساب ربنا في اي تصرف انا بعمله. يعني انا لو اذيتك لازم تبقى متأكد اكيد ما اقصدش. يعني اكيد ليا اخطائي. مم. بس انا بيني وبين نفسي انا عمري ما ببقى في نيتي اذى. بفكر ان انا شفت كتير، وبشوف ان ربنا انعم عليا. لان انا كان واحد مكاني في ظروفي في الوضع اللي انا فيه كان ممكن يضيع، مم. وليا ناس كتير من سني ضاعوا يعني. بس لا، فكرة الحب للشغلانة هو ده اللي خلاني حافظت على نفسي. هو ده اللي خلاني بقيت طول الوقت عايز ابقى ما اروحش في سكك تتوهني، ما ضيعش، اركز ورا الهدف اللي انا عشانه يعني.